حصيلة 1,500,000 زائر، تحفيز العلاقات المهنية وآفاق النشر تعيد صالون الجزائر للكتاب إلى مقدمة المواعيد الدولية الثقافية. العميل 007 سيلتقي الجمهور الجزائري في فيلم الطيف في أول عرض بقاعة ابن خلدون. بورتريه نشرة كمال شكير صاحب اليد الخضراء يعيد بعث الحياة من شجر وحطب ببجاية. مساءكم سعيد، تشاهدون النشرة الثقافية على قناة زير نيوز. حصيلة 1,500,000 زائر خلال أسبوع في غياب حصيلة فعلية حول المبيعات وآفاق النشر المهنية، مع مشاركة 926 دار نشر، ناهيك عن تكريس جوائز أدبية راقية المتمثلة في جائزة آسيا جبار وتظاهرات ثقافية نوعية، هو أهم ما جاء في معرض تقييم الطبعة العشرين من قبل محافظة صالون الجزائر للكتاب وكذا المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار. تقييم رافقته وعود لتحسين الطباعات القادمة. كيف يمكن للمنظمين تثمين تجربة الطبعة العشرين لإحراز مكانة دولية ذات تأثير في هذا التقرير؟ 1,500,000 زائر سجله الصالون الجزائري الدولي للكتاب من حيث الإقبال في طبعته العشرين، ليحقق فارق 100,000 زائر مقارنة بالسنة الماضية، الرقم الذي قدمه محافظ التظاهرة حميد مسعودي خلال عرضه لحصيلة مشاركة 926 دار نشر جزائرية وأجنبية. إقبال يعتبره مسعودي مكسبا للصالون الذي هو ملك للجمهور على غرار كونه موعدا مهنيا. إحراز إدارة الصالون لهذا التقدم يعيد طرح السؤال حول مستقبله وآفاقه، مع المعطيات الراهنة في خضم تبني قانون جديد لصناعة وسوق الكتاب وتزايد اهتمام القارئ الجزائري، وبالتالي الطلب على هذا المنتج الثقافي، وذلك مع فتح آفاق نشر جديدة يرافق هذا الانتعاش وتنوع شرائح القراء. ويأتي هذا في سياق اقتراح حميد مسعودي لإعفاء ضريبي على الكتاب الداخل إلى الصالون في الطباعة المقبلة، حيث وصلت الضريبة الجبائية للكتاب هذه السنة إلى 7%. تضاف إلى هذه المعطيات نوعية النشاطات الثقافية، الهدف منها الاعتناء بصورة التظاهرة، مهمة أوكلت للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، والتي في حصيلتها لطبعة العشرين جاء على لسان مديرها العام جمال كعوان أن مساهمة نوعية وكثيفة اقترحت في برنامج يرقى لسمعة الصالون، ناهيك على الإشراف على جائزة آسيا جبار الأدبية التي تفتح آفاقا ثقافية جديدة للمبدعين، والتي جاء في رسالة منظميها لهذه السنة خلق واجهة جديدة تكرس فيها جيل الأدباء الشباب. معطيات تأتي إذن في سياق يحقق فيه صالون الجزائر مكانة مهمة ضمن أجندة المواعيد الدولية للكتاب، باعتبار أن أهم موعد في كالكوتا يحقق 3 مليون زائر، فيما يحقق صالون القاهرة 2 مليون زائر. يأتي هذا في تفكير مشترك بين منظمين وفاعلين في مجال الكتاب لإنجاز حركية إنتاجية وتنظيمية للدفع بالصالون في مقدمة التظاهرات الدولية التي لها أثرها في المنطقة العربية والإفريقية. في إطار ترقية النشاطات الثقافية الجزائرية في الخارج، برمجت وكالة الإشعاع الثقافي فرقة جماوي أفريكا للمشاركة في صالون فيزا للموسيقى أو فيزا فور ميوزك، تظاهرات تعنى بألوان موسيقى العالم المتنوعة من موسيقى إفريقية وموسيقى الشرق الأوسط، حيث تجمع بين مهني ومبدعين في مجال الإنتاج الفني والموسيقي. وسيحيي فريق جماوي أفريكا حفلا فنيا في هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 14 نوفمبر القادم هذه الليلة.
وفي السينما ينطلق عرض فيلم سبكتر أو الطيف من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة في الجزائر هذا السبت بقاعة ابن خلدون. العمل يعتبر الأحدث ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، ويجسد الممثل دانيال كريغ دور العميل رقم 007 للمرة الرابعة في الفيلم، ويشاركه البطولة أيضا الممثل كريستوف فالنتيز والممثلة ليا سيدو. ماذا سيشاهد الجمهور الجزائري على شاشة ابن خلدون؟ في هذا التقرير للزميل سفيان عادلة. You had no authority. None. فيلم سبكتر أو الطيف للممثل جيمس بوند الذي أحرز رقما قياسيا في خدع التفجير وفق ما أعلنته موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الفيلم عرض منذ أسبوع في إنجلترا وأمريكا الشمالية، وقد عاد بالصدارة في مبيعات تذاكر دور السينما بعد أن أحرز 70.4 مليون دولار. تدور أحداث فيلم الممثل دانيال كريغ الذي تقمص دور العميل للمرة الرابعة على التوالي بكشف أسرار لمنظمة تخريبية. ككل فيلم يستعين بوند بسيارات وأجهزة متطورة يصممها كيو المسؤول في قسم تجهيز وتطوير معدات بوند. يظهر الترايلر كيو وهو يقدم لبوند أجدد ابتكاراته، سيارة أستون مارتن DP10 الفائقة السرعة. وتلعب الممثلة الساحرة الإيطالية مونيكا لوتشي دورا مهما بحضورها المتميز وجاذبيتها. It was me, James. The author of all your pain. وقد صور الفيلم في 11 موقعا منها المغرب والمكسيك والنمسا وإيطاليا. الفيلم الجديد من إخراج الإنجليزي سام مونديز، ويعد العمل 24 في تاريخ أفلام العميل البريطاني والرابع على التوالي لدانيال كريغ، ليضاف إلى الأفلام الأكثر مشاهدة في العالم السينمائي. في السينما دائما يحتضن قصر الثقافة مفدي زكريا في الفترة ما بين 28 و30 نوفمبر الجاري الأيام الدولية للسينما المرأة، فعالية من تنظيم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ومجموعة من سينمائيين على رأسهم المخرجة بايا الهاشمي. التظاهرة سيشارك فيها أزيد من 30 مشاركا من شتى أنحاء العالم من لبنان، سوريا، فرنسا، بلجيكا، كندا وغيرها من الدول الأجنبية، وتتنوع المشاركة فيه بين سينمائيين منتجين ومخرجين، حيث سيكون المجال مفتوحا لإثراء النقاشات حول الإنتاج في السينماء النسوي، ناهيك عن التمويل ونقاش حول كتابة السيناريو، بالإضافة إلى ورشات تكوينية لصالح الطلبة. الطبعة الأولى من الأيام السينمائية ستكون فيها فلسطين ضيفة الشرف ببرنامج خاص يتضمن عروضا من السينما الفلسطينية. ودائما مع الفن السابع، حيث تستعد ولاية عنابة لاستقبال فعاليات مهرجان الفيلم المتوسطي، وذلك من 3 إلى غاية 10 من ديسمبر. المهرجان الذي كان قد انقطع قرابة 30 سنة يعود ليستقبل أفلام وسينمائيين بلدان الحوض المتوسط بطبعة عنوانها الهجرة الغير الشرعية. خديجة بالجرينات في هذا التقرير. ها هي عنابة تستعد لاستقبال فعالية مهرجان الفيلم المتوسطي بعد غياب دام 30 سنة. التظاهرة والتي تخصص لأفلام وسينمائيي بلدان الحوض المتوسط ستهدى إلى روح صناع السينما والذين رحلوا عنها على غرار عمار العسكري، بن عمار بختي، عمر الشريف وغيرهم. التحضيرات انطلقت بتنصيب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لجنة تحضير للمهرجان، وتحديد 3 إلى 10 ديسمبر موعدا له. طبعة جديدة تعود، عودة عنوانها التحدي، تحد يبدأ من تنصيب سعيد ولد خليفة محافظا على رأس المهرجان، خصوصا أن الفترة التي انقطعت فيها فعاليته ليست بالهينة. الهجرة السرية هي المحور الأساسي لهذه الطبعة، حيث ستبرمج سلسلة من الموائد المستديرة التي تتعامل مع الهجرة غير الشرعية من تنشيط إعلاميين ومتخصصين، تتبعها عروض لأفلام تصب في نفس الموضوع.
انتقادات جمة وجهت إلى وزارة الثقافة باعتبار تصريحاتها عن سياسة التقشف أو إهمالها لتظاهرات سينمائية كانت حاضرة وبقوة، فيما ذهبت إلى تفعيل مهرجان الفيلم المتوسطي الذي كان قد غاب عن ساحة التظاهرات منذ فترة تعد بالطويلة. روبورتاج النشرة تعتبر الطريقة التيجانية من أعرق الطرق الصوفية في الجزائر وفي العالم ككل، وهذا ينعكس من خلال انتشار الزوايا التابعة لها. الزاوية التيجانية بتماسين بورقلة تعد واحدة من أبرز المعالم الدينية وأكثرها احتكاكا بالمجتمع. تحظى الطريقة التيجانية بانتشار واسع، انتشار شمل اتساعا في الزوايا. تعتبر الزاوية الواقعة بتماسين من كبرى الزوايا التابعة للطريقة التيجانية، حيث تحظى هذه الأخيرة بشعبية كبيرة منذ إنشائها على يد الإمام أبو الحسن التماسيني أي سنة 1805. وللزاوية التيجانية بتماسين فضل تاريخي كبير على المنطقة، سواء في نشر تعاليم الإسلام أو في المشاركة في المقاومة ضد الاستعمار. وعلى رغم تداول الشيوخ عليها إلا أن تقاليد وعقائد الطريقة ظل على ما هو عليه. لتثمين الحراك الموجود من خلال تعليم وتنوير الشباب وتجهيز الأفكار ورفع المستوى العلمي للطريقة للمريدين أو للمجتمع ككل. احتفالات وتجمعات كثيرة تقام كل فترة على شرف الطريقة التيجانية، وتحتضنها زاوية تماسين على غرار بقية الزوايا، حيث يحتفل فيها أهل المنطقة على طريقتهم الشعبية، بما أن هذا المعلم مفتوح للعامة ومخصص لهم ويهتم بهم وبمشاكلهم على وجه الخصوص ويعمل على توجيههم دائما. فهي تعتبر من أكثر المرافق الاجتماعية في المنطقة، خصوصا أنها تعمل على الحفاظ على النسيج الاجتماعي. هي مكان يعني حيز معين له بؤرة التأثير، والتأثير فيه الداخل وفيه الخارج، أي أفكار الداخلة والخارجة، أي الدراسات موجودة للحل لإعادة السؤال أو وجود بحث على الجواب للمجتمع. يعني ذاك لازم يغطي الفكر للمجتمع. يعني الزاوية التيجانية بتماسين على غرار بقية الزوايا تفتح أبوابها للفقراء والمحتاجين، كما تعمل على دعم الثقافة وغرس مبادئ الإسلام في المجتمع، هذا إضافة إلى إحياء المناسبات بمختلف أنواعها. بورتريه النشرة يأخذنا إلى عاصمة الحماديين. كمال شكير من مواليد منطقة القصر، حبه للطبيعة يحفزه دائما على الاجتهاد، ولعدة سنوات لإحياء رقع الأراضي على جانب النفق الأخضر ليحولها إلى جنة خضراء، متحديا بذلك تشوهات الزمن والحياة. يعتبر النفق الأخضر الواقع بين مدينتي القصر وودغير من بين أجمل الطرقات في الجزائر، وما يلفت انتباه مستعمليه في السنوات الأخيرة هي هذه المناظر الخلابة التي صنعها أحد أصدقاء الطبيعة، حيث حول المكان إلى جنة خضراء بعدما كانت أرضا قاحلة. اسمه كمال شكير، التقينا به وقبل أن يروي لنا قصته مع النقش على الخشب وكذا حبه للطبيعة والمحيط. لحق لجا ويل 8 سنين 9 سنين كما يغسل الموت جا ديك الحوايج تمشي راح لي سوفونير السوف غير قلنا ندير نتوايو وكنا فيراجينا ميد باساج تو بليجي وقبل كما ياخذ مده نتواير لونفيرونمون وليس عندك 4 ساعات دي تشولي تلقى الحوايج سيتو مكتوبه معبودين ايوا بدا ثاني شبحنا لونفيرونمون سلاح عند سليمانيس نكيغوي كنزير تما صوصي يعني وزمير اشبح هكذا يا اليوم الصوتي فولونتيكا الحاجه كانوا بغير
اتكسبوا ديال دونيتي غاش كان نموت نبقى نجاتي الخمينه طوليه انفكتو ذات هي القديشه هي الحافه هي غادي فكا بيتا صوري هي تنفكيل مزيان. حبه للمحيط دفع به إلى إحياء هذه الرقعة والاعتناء بها، فهو يقضي طيلة أيام الأسبوع في غرس الأشجار وتنظيف المكان وكذا النقش على الخشب ليصنع تحفا يعجز اللسان عن وصفها. سي ان كومبان غير مزيان تو هكا جالس هذا الساوند شي سلامه ان شاء الله تنغلا في يدلاس غادي لدنتي بوالا فيغا سو لا توجسيه سو الكواتي ويق المنتخب ما يق المونتاع اي غدا فيغا سو الموزين وذا يا خامي وذا لحوايج تو ذات ماكين. حلم كمال الوحيد هو تحويل هذا المكان إلى مقصد للسياح وكذا مستعملي الطريق الوطني رقم 12. فعلى السلطات المحلية سوى تسهيل مهمة هذا الفنان الذي اختار قضاء حياته خدمة للطبيعة. على هذه الصور نطوي أوراق نشرتنا الثقافية. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.